بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي الأمين. درسنا اليوم من دروس الصف الثاني المتوسط، وهو عبارة عن تدريب على درس فتوحات الدولة الأموية. السؤال الأول: قام الخليفة بفتح هرقلة وعمورية. من هو؟ معاوية بن أبي سفيان. من القائد الذي بنى القيروان؟ عقبة بن نافع. علل، فسر لماذا بنى عقبة القيروان لتصبح قاعدة حربية دفاعية ثابتة في شمال أفريقيا. من الذي أخرج الروم نهائيا من شمال أفريقيا بعد استشهاد عقبة؟ القائد حسان بن النعمان. ما نتائج تولي موسى بن نصير الولاية على أفريقيا، وهي طبعا اليوم تعرف باسم تونس؟ وهنا الكلام لا نقصد به القارة الإفريقية، إنما نقصد دولة تونس. إفريقيا تنتهي بحرف التاء المربوطة، مقصود بها تونس دائما. لما تولى موسى بن نصير في عهد الوليد بن عبد الملك الخلافة على الولاية على إفريقيا، زاد في عهد موسى بن نصير دخول البربر في الإسلام. من هم البربر؟ هم أهل تونس، القبائل التي تسكن تونس، سكان هذه المنطقة الأصليين. هنا السؤال رقم 6، ما راح نقدر نجاوب على أي فراغ فيه إلا لما نقرأ السؤال كاملا. المقصود هنا في البداية في النهاية: ثم بعدها توالى فتح مدن الأندلس. فهنا الكلام على مين؟ مدن الأندلس. انتصر القائد مين؟ طارق بن زياد على القوط القبائل الأسبانية في أي معركة؟ معركة وادي لك. استشهد القائد عبد الرحمن الغافقي عندما كان يحاول أن ينشر الإسلام في فرنسا في معركة اسمها بلاط الشهداء أو بواتيه. ما هو الاسم المضيق الذي يفصل بين بلاد المغرب العربي أو بلاد إفريقيا شمال إفريقيا وإسبانيا اليوم اللي هي الأندلس قديما؟ المضيق اسمه مضيق جبل طارق. مدينة اتخذها القائد المسلم قتيبة بن مسلم لنشر الإسلام في بلاد ما وراء النهر هي مدينة مرو. جذب المسلمون أهل بلاد ما وراء النهر للإسلام عن طريق المعاملات الحسنة، تعاملهم الحسن. أخيرا، من هو ملك بلاد السند الذي هزمه محمد بن القاسم؟ اسمه الملك داهر. من هو القائد المسلم الشاب الذي فتح بلاد السند؟ محمد بن القاسم الثقفي. القائد المسلم الذي فتح بلاد ما وراء النهر قتيبة بن مسلم الباهلي. يعطيكم ألف عافية، وأشوفكم في ملخص ومراجعة جديدة.